مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجرب مع بعض نوعين من خلطات رز الضحى. النهارده بقى يويو معانا نوعين رز او خلطتين رز من رز الضحى. تمام. اول واحد معانا يويو ايه بقى؟ رز الضحى بالخلطه الشرقيه. والتاني واحد معانا رز بالشعريه، يعني خلطه الرز بالشعريه. الاتنين الكيس تقريبا وزنه 320 جرام، وسعرهم يختلف بقى. الرز الشرقي بالخلطة الشرقية ده ب 30 جنيه، والرز اللي بشعرية ده ب 22 جنيه. طبعا في حدود، يعني بيختلف من سوبر ماركت للتاني. حاطين صورة مقص عشان نوصل المكان اللي احنا بنفتحه. بالظبط كده. طريقة العمل الواحدة ان احنا بنحط اي مادة دهنية في الحلة، زبدة، سمنة، زيت. بعد كده نشوح فيهم الرز، بعد كده ننزل عليه 400 مللي مية سخنة، وبعد كده ننزل كيس التوابل ونسيبه على نار هادية لحد ما يستوي. تمام كده. الكيس بيكفي 4 أفراد زي ما هما كاتبين. هنعملهم ونشوف الدنيا أخبارها إيه، ونرجع لكم تاني على طول. استنونا. باي. باي. رجعنا لكم تاني عشان نجرب مع بعض رز الضحى بالخلطة الشرقية ورز الضحى بالشعرية. تمام؟ تنفع أغنية. إيه رأيك؟ حلوة قوي. ها، نجرب رز الشعرية الأول؟ الشرقي. الشرقي؟ نجرب الشرقي. يلا هات ده الشرقي. نحط ده كده. يلا جرب وادينا دوق. لونه ايه يا الرز؟ براون. اكيد من التوابل بقى والبهارات. يلا دوق وقول لي. حلو. دوق. حلو. ايه بقى؟ ايه الاخبار؟ حلو. حلو. جميل. ادوق انا اشوف. انا ما باخدش منك غير كلمة حلوة. بسم الله. بسم الله. هات ادوق تاني. توابله حلوة. يعني استنى كده ايه. هل يمكن ان اخذ المزيد؟ توابله حلوة. ينفع تاكله صراحة، يعني مع مشويات أو مع أسماك، يمشي في الاتنين. لا حلو. وبرضه بس عندي تعليق صغير، إن كان ممكن التوابل تزيد سنة بس، لكن جميل. إيه رأيك؟ حلو. حلو؟ 100. طيب ندوق إيه بقى؟ الشعرية. انا شايف عليه كأنه فيه فلفل. الرز بشعرية؟ دوق وقول لي بقى. الشرقي؟ ما هو توابل. يلا دوق بقى. إيه؟ هات ده بعيد عنك. يلا اتفضل دوق. يلا بينا. ايه الاخبار؟ طيب ابلع وقول لي. ادوق انا. بسم الله. حلو. جميل. جميل جدا. جميل. رز بشعرية حلو جدا. هات ادوق. بس في حاجة عايز انبه عليها. الرز الشرقي استوى بسهولة جدا في الوقت الطبيعي. الرز بالشعرية اخد وقت طويل جدا في السوا، مش عارفين ليه. بس لكن كطعم حلو جدا جدا. مش عارف المشكلة كانت فين بقى في السوا، هل عندي بقى ولا في نوع الخلطة دي، مش عارف. لكن بالمجمل كده حلوين جدا جدا. حبيت مين اكتر؟ الاتنين. مين اكتر؟ الشعرية. انا برضو يعني الاتنين حلوين جدا، بس رز الشعرية مميز قوي، مميز جدا يعني. والتاني خلطته حلو بس تزيد سنة بس، لكن حلوين. افكار حلوة، بيسهل على ست البيت او اللي هيطبخ يعني ان هو يعمل الرز. بس المقادير بتاعتهم مظبوطة جدا،
زي ما هما كاتبين، وكمية الرز فعلا مظبوطة، يعني قول هتكفي 3 ياكلوا كويس أو 2 أكيلة. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة مع رز الضحى. نشوفكم في فيديوهات تانية. متنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب وإيه يا يويو وجود جاب. وجود جوب. ومع حبي واعتزازي كنا معاكم من قناة محمد عزازي. باي باي. باي.